الساعة 3 العصر بلاغ بيوصل لرجال الأمن إن في راجل رجع بيته لقى والدته وبنته الصغيرة مقتولين. المشهد كان صعب جدا، وطريقة القتل بشعة بشكل يخلي أي حد يتصدم. سنة 2019 في محافظة الشرقية، حاتم بعد ما خلص شغله رجع بيته علشان يتغدى مع والدته وبنته. أول ما فتح باب الشقة حس بحاجة غريبة، هدوء تام، مفيش أي صوت. وفجأة عينه تقع على بنته حبيبة مرمية على الأرض وغرقانة في دمها، وشها ما كانش باين منه أي ملامح. المنظر كان مرعب. يجري بسرعة يدور على والدته، يدخل أوضتها يلاقيها على السرير غرقانة في دمها برضه، بس حالتها كانت أبشع بكتير. وقف مصدوم مش قادر يستوعب اللي شايفه، وصوته يعلى والجيران يتجمعوا وكلهم يتصدموا بنفس المنظر. على طول يبلغوا الشرطة، واللي وصلت بسرعة ومعاهم خبراء المعمل الجنائي علشان يعاينوا مسرح الجريمة ويفهموا ايه اللي حصل. الغريب ان الشقة كلها كانت متروقة وما فيهاش اي اثار تكسير او فوضى، الا اوضة الام كانت متبهدلة وكل حاجة فيها مرمية على الارض. الواضح ان حصلت خناقة جوه الاوضة بين الام والبنت والشخص اللي قتلهم. مفيش اي حاجة مسروقة ومفيش اي علامة ان في حد كسر الباب او دخل بالعافية، وده معناه ان القاتل دخل بشكل طبيعي وغالبا كانوا عارفينه. واثناء الفحص لقوا ضلفة شباك خشب مرمية جنب جثة البنت وعليها دم، ولقوا كمان جثة الام وراسها مهشمة بطريقة بشعة وجنبها شاكوش عليه اثار دم. وعلى بعد حوالي 1.5 متر كانت جثة البنت وجنبها نفس ضرفة الشباك. السؤال اللي كان محير الكل، ايه اللي يخلي حد يعمل كده في ست كبيرة وطفلة صغيرة بالشكل ده؟ بعد رفع البصمات والتحفظ على الأدوات تم نقل الجثتين للطب الشرعي، وبعد ساعات التقرير طلع وكان صادم جدا. الأم آمال عندها 65 سنة اتضربت على راسها بعنف شديد باستخدام شاكوش، والضرب كان قوي لدرجة انه سبب تهشم كامل في الجمجمة. اما الطفلة حبيبة فلقوا ان راسها مهشمة من النص وباستخدام اداة مختلفة، واتضح ان ضرفة الشباك الخشب هي اللي اتضربت بيها. لكن الصدمة الاكبر في التقرير انه اثبت ان حصلت علاقة مع الام قبل قتلها بفترة بسيطة، والاغرب ان مفيش اي اثار عنف، يعني العلاقة تمت برضاها مع شخص تعرفه. كمان التقرير أكد إن وقت الوفاة بين الأم والبنت كان قريب جدا، يعني الجريمة كلها حصلت في وقت قصير. بعد كده رجال المباحث بدأوا يدوروا على أي خيط يوصلهم للجاني، خصوصا إن الجريمة شكلها مش عشوائي. أولاد أمال كانوا في حالة صدمة، خصوصا إن والدهم متوفى من زمان ووالدتهم ست كبيرة في السن، فكانوا واقفين ومش مستوعبين الصدمة اللي سمعوها خالص. وكل الجيران اتكلموا عن الست دي كويس جدا، وقالوا انها ست طيبة وعايشة في حالها ومش بتاعت مشاكل. الست دي كانت شغالة بياعة خضار في السوق، وكانت عايشة مع ابنها، وهي اللي شايلة مسؤولية تربية حفيدتها، لان ابو البنت كان دايما في شغله ومشغول اغلب الوقت. الامن بدأ يعمل تحريات موسعة وفتشوا على اولادها كلهم، لان كان في احتمال ان يكون واحد منهم عنده خلاف مع حد، واللي بينه وبينه مشكلة هو اللي عمل الجريمة دي في الأم وبنتها. لكن أولادها أكدوا إنهم ما بيشكوش في حد خالص، ومفيش أي شخص يعرفوه ممكن يعمل كده في أمهم أو بنتهم. عدى 5 أيام من التحريات وبدأوا يراجعوا كاميرات المراقبة، واللي للأسف ما كانتش مغطية كل المداخل والمخارج كويس، لكن ركزوا على التوقيت اللي الطب الشرعي قال إن الجريمة حصلت فيه، واللي كان ما بين الساعة 11 و12 الظهر. في الوقت ده الشوارع بتبقى هادية جدا، لأن أغلب الناس بتكون في شغلها، وكمان أمال في العادة بتكون نازلة رايحة على شغلها في الوقت ده. وأثناء مراجعة الكاميرات لاحظوا حاجة غريبة جدا. الساعة 10:30 الصبح كان في شاب حوالي 30 سنة ماشي لوحده في الشارع. بدأوا يراجعوا باقي الكاميرات من زوايا مختلفة لحد ما اكتشفوا ان الشاب ده دخل نفس العمارة اللي حصلت فيها الجريمة، وبعدها بوقت ظهر وهو نازل الساعة 12 الظهر، وكان شكله متوتر ومرتبك كأنه بيحاول يهرب. ساعتها استدعوا الابن اللي بلغ وعرضوا عليه صور الشاب وسألوه إذا كان يعرفه ولا لا. وهنا كانت المفاجأة، اتعرف عليه فورا
وقال إن ده إبراهيم صاحبه اللي بيزورهم كتير وبيجيلهم البيت على طول. بس كان مستغرب جدا إيه اللي جابه في الوقت ده تحديدا وهو عارف إنه صاحبه في الشغل ومفيش حد في البيت. تم استدعاء إبراهيم للتحقيق واتسأل عن سبب وجوده في الوقت ده وهل ليه علاقة بالجريمة ولا لأ. في البداية أنكر طبعا زي أي حد، وكمان إنه اتفاجئ بخبر قتل آمال وحبيبة، لكن رجال الأمن لاحظوا وجود خدوش وجروح سطحية بسيطة في إيده ووشه، وكانت باينة إنها حديثة. ومع الضغط عليه وعرض الكاميرات عليه وكمان مطابقة بصماته مع الأدوات الموجودة في مكان الجريمة، انهار واعترف بكل حاجة. وهنا كانت الصدمة الأكبر. إبراهيم شغال سواق، وكان صديق عمر حاتم ابن الست آمال، وكان بيزورهم كتير وبيقعد عندهم بالساعات. وفي يوم راح يزوره بس صديقه ما كانش موجود، وكانت آمال لوحدها في البيت. ومن هنا بدأت القصة السوداء. الست الكبيرة اللي عندها 65 سنة استدرجته وخلته يدخل، وبدأت علاقة محرمة بينهم واستمرت لمدة 6 شهور. كان بيروح لها كل يوم الصبح يعملوا العلاقة وبعدها ينزل يشوف شغله، وهي كمان تنزل السوق عادي وكأن ما فيش حاجة حصلت. لحد ما وصلنا ليوم الجريمة. إبراهيم راح لها الصبح زي كل مرة، وبعد ما خلصوا طلبت منه فجأة إنه يتجوزها عرفي، وإنها رفضت تكمل معاه بالشكل ده، وابتدت تدخل معاه في خناقات كتير. بس إبراهيم رفض كلامها وقال لها ما ينفعش يتجوز واحدة أكبر منه بحوالي 35 سنة. الخناقة بينهم كبرت جدا، وهي فضلت تشتم فيه وترمي عليه أي حاجة تيجي في إيدها. إبراهيم وقتها حس بإهانة وقلة قيمة بطريقة كبيرة، فمسك الشاكوش وابتدى يضربها على دماغها أكتر من مرة لحد ما دماغها اتكسرت قدامه وماتت في نفس الوقت. هو كان فاكر إنهم لوحدهم في البيت، لكن اتفاجئ إن حبيبة حفيدتها وبنت صاحب عمره كانت موجودة وشافت كل اللي حصل. في اللحظة دي إبراهيم خاف من الفضيحة فقرر يخلص منها هي كمان، فمسك ضرفة الشباك وضربها على دماغها مرتين. والبنت كانت صغيرة وما قدرتش تستحمل، وقعت في ساعتها وماتت. بعد اللي حصل إبراهيم فاق لنفسه وقفل الباب بسرعة ونزل يجري من المكان. وبعد التحقيقات وتقديم الأدلة المحكمة حكمت عليه بالإعدام، وده أقل حاجة على اللي عمله. ضيع نفسه ومستقبله، وكمان ضيع حياة طفلة صغيرة ملهاش أي ذنب. وفي الآخر كل اللي نقدر نقوله ربنا يرحم حبيبة.